عملنا قبل كده سباكيتي بكرات اللحمة، هنعملها النهاردة بكرات الفراخ او بكفتة الفراخ. طبعا هي اكلة سهلة وسريعة جدا، احنا بنحب اللي باللحمة قوي قوي، دي كمان يمكن تكون احلى منها. هي سريعه وسهله، مش بتاخد وقت خالص. كمان هنعمل من باقي عجينه الكفته، هنعمل كفته يعني مشويه على جريل على بوتاجاز، مش هتاخد دقايق. انا مجهزه 2 كيلو يعني فراخ مفرومه، بس انا هقول لكم مقادير كيلو فراخ مفرومه واحده بس. انا عندي كيلو من الوراك، يفضل تكون وراك لاني مش مزوده دهون عليها. الكيلو ده هنحط عليه بصلتين مفرومين، يعني انا عايزاهم يكونوا مفرومين ناعمين خالص، ومش مصفيه الميه بتاعتهم ولا حاجه خالص. بعد كده فلفلتين رومي من اللي هو الاخضر، ومعاهم فلفله واحده بس من الاحمر. وفصين توم برضو مفرومين، شويه شبت وكزبره انا مقطعاهم بالسكينه مش فرماهم، علشان يعني بيبقوا يفضلوا ان هم يكونوا متقطعين. وهحط كمان نص كوبايه بقسماط. المقادير دي كلها لكيلو فراخ واحده بس، انا اللي مزوده الكميه شويه. التوابل اللي هحطها ملح وفلفل وكزبره وبابريكا وتوم وبصل باودر. وبعد كده هحط حبه زيت وعصير ليمونتين او 3، يعني كل ما نزود عصير الليمون فيها بتبقى حلوه جدا. انا هقلبها في بوله اكبر شويه عشان دي كانت صغيره، وهعجنها، وهحط عليها كمان معلقه صغيره بيكنج صودا او بيكنج باودر، يعني اللي متاح عندنا عادي. دي مهمه في الكفته قوي، سواء كفته فراخ او كفته لحم. هنعجن الكفته كويس، ضروري قوي ان احنا نعجنها كويس جدا جدا. وهنسيبها ترتاح شويه، انا سبتها تقريبا ساعه بس. بعد كده الجزء اللي انا هعمله بالسباكيتي ده هعمله على شكل كور، بس هدهن ايدي زيت الاول، لان الكفته بتلزق في الايد، وانا مش عايزه ازود طعم يعني البقسماط فيها عشان طعم الفراخ يكون ظاهر. هعملها كور كده، الكميه اللي انا هعملها بيها نفس الشكل ده كده، وتقريبا يكون الكور بالتقريب كده قد بعض. بس كده هسخن طاسه فيها زيت على النار. وبعد كده هنزل بقى بالكفته فيها لما احس ان الزيت شويه سخن، يعني الفراخ تعمل الشكل ده كده وهي نازله. انا عايزاها تاخد لون، فعايزه الزيت يكون سخن، ومش هقلبها غير لما تاخد لون من على الناحيه اللي تحت الاول. انا مش عايزاها تنشف عشان ما تفقدش السوائل اللي جواها. وبس، انا مش هسويها ولا حاجه، انا بس في الخطوه دي هديها بس لون. هبتدي بقى اقلبها لما تكون اخدت اللون اللي تحت ده كده، على الناحيه التانية كمان تاخد لون، وبعد كده خلاص. هعملها كلها كده، وبعد كده بقى هروح مقلباها بايد الطاسه كده، واشيلها بقى من الطاسه. خلاص، هو ده اللي انا عايزاه، بس انها تاخد لون من تحت ومن فوق بس. هشيلها بقى كلها. في الوقت ده كده انا هقطع بصله صغيره، يعني هقطعها قطع صغيره، مش عايزاها مفرومه، انا عايزاها تكون متقطعه قطع صغيره كده. وبعد كده هجهز معلقتين صلصه من الجاهزه، عشان انا مش عايزه الاكل تاخد وقت، يعني انا عايزاها تكون سريعه خالص ما تاخدش وقت. فعايزه تكون الصلصه متسبكه وجاهزه. معلقتين وملح وفلفل والبصله دول، وهسيبهم يعني شويه صغيرين كده، اقلبهم مع بعض على النار. وبعد كده انا هكون طبعا سلقه مكرونه، كميه مكرونه سباكيتي هكون سلقاها ومجهزاها. هحط بقى انا الكفته فوق الصلصه، واسيبهم مع بعض شويه، هدي النار على الاخر واغطي عليها عشان السوائل بتاعه الكفته تنزل تعمل صوص حلو للمكرونه. انا طبعا سلقه المكرونه كده وجاهزه، هقلبها على الكفته بالراحه عشان الكفته ما تتكسرش اصلا 10 دقايق بس واستوت، لان الفراخ مش بتاخد وقت خالص. هي الاكله طالعه لذيذه وحلوه جدا جدا، مش عايزه اقول لكم انها ممكن تكون احلى من اللحمه لو مش زيها. عايزاكم تجربوها، وعايزه اقول لكم ان بقيت كميه الكفته انا يعني هشوي منها جزء، والباقي كمان هعينه في الفريزر عادي. الجزء اللي هشويه انا يعني عملته بالشكل ده كده رفيع، عشان هو بس يا دوب كاني بقلي حاجه، هحطها على الناحيه دي ودقيقتين هقلبها على الناحيه التانية تكون استوت. نفس العجينه دي يعني عملتها كفته كده مدوره ورفيعه خالص، عشان ما تاخدش وقت في الشوي على الجريل على البوتاجاز. هو دقايق بالظبط، والكميه كلها خلصت، يا دوب اخدت يعني لون من الناحيه دي، قلبتها اخدت لون من الناحيه التانية، هي كده تعتبر استوت. هفضل اقلب فيها بس لحد ما تاخد لون، وهو ده وقت السوي بتاعها، يعني انا بالظبط ما اخدتش اكتر من 5 دقايق كل دول. الطريقه دي بتطلع حلوه جدا، غير انها سهله جدا جدا في كفته الفراخ، اكتر من اي يعني اكتر اسهل من اي طريقه تانية ممكن نعملها بيها. هي طالعه حلوه قوي قوي، وانا يعني هحرق لها فحمايه عشان تاخد الطعم بتاع الشوي. وبقيت كميه العجينه بتاعه الكفته لانها اكتر من كده، انا حاططها في الفريزر، ممكن استخدمها في اي وقت. عايزاكم تجربوها بنفس الطرق دي وتقولوا رايكم فيها ايه.